سلام يا قدس ابونا. سلام يا كارين. قدس ابونا، كنا محتاجين حضرتك تحكي لنا عن اهم الاحداث اللي حصلت في الكنيسه. قوي تعالي بقى الكنيسه جوه ونحكي مع بعض. يلا بينا. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنشكر ربنا على النعمه العظيمه اللي احنا فيها، كنيسه العائله المقدسه. نشكر ربنا سيدنا اخذ الارض بتاعتها من سنه 2002 2003. كان ليه بعد نظر ان المنطقه هيبقى فيها كميه عمران كبيره خالص وكميه ابراج مهوله، ولذلك اختار ان المكان يكون بالمساحه الكبيره دي 3000 متر، المباني بتاعتها على 2700 متر. البدايه ابتدينا الشغل في الكنيسه واخدنا تصريح الحفر، كان في سنة 2010 وبعدين قامت الثورة. ومن المفارقات الجميلة ان احنا المهندس اللي كان مسؤول في وقتها استلم الورق وخدنا الورق قبل ما تقوم الثورة على طول في 2011. دي كانت من الحاجات الجميلة، خدنا الرسومات وخدنا الورق والتراخيص وكل حاجة. وبعدين بعد ما قامت الثورة قعدنا فترة عشان نبتدي نشتغل في الأرض، فابتدينا علشان نحفر. جهزنا الحفار، رحت لسيدنا، فسيدنا قال لي في واحد بتاع حفار ممكن يساعدك في الموضوع. ومشكورا كلمت الراجل والراجل قال أنا هحفر الأرض كلها مفيش مشكلة، الحفار تبرع للعذراء، لكن انتوا وفروا الجاز. وكان الجاز في الوقت ده هو في صعوبة شديدة جدا في توفيره. لكن برضو الحاجة الجميلة ان ابتدينا جهزنا العربيات وعشان هنبتدي حفر يوم 8/5/2011.